وشك اصفر ليه؟ قلت له مفيش حاجة. ومرة واحدة لمبات الشقة كلها طفت، التلفزيون كمان قفل. حسام ولع كشف الموبايل وقال لي لازم نخرج من هنا حالا. بس قبل ما نتحرك سمعنا صوت طفل بيضحك، طفل صغير، صوته جاي من أوضة النوم. وصلتني رسالة جديدة، رسالة بتقول: مش قلتلك هتشوفني؟ خرجت بسرعة أنا وحسام من الشقة، نزلنا جري على السلم. قررنا نروح لأحمد صاحبنا نبات عنده. رحنا فعلا لأحمد وبيتنا عنده وحكينا له الحكاية. أحمد ما صدقناش لحد ما وريت له الابليكيشن ووريت له الرسائل اللي عليه. قررنا نروح العمارة اللي قدامي اللي اتبعت لي العنوان بتاعها أول رسالة. سألنا كل اللي كانوا موجودين، كله أنكر إن في حد موجود في الشقة. سألت البواب، قال لي الشقة دي كان ساكن فيها واحد اسمه سامح، كان شخص غريب وأفعاله غريبة ومش طبيعي. قال لي كان حتى لبسه غريب، كان دايما طالع ونازل معاه كتب. لحد ما في يوم